عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حابب بس أقول كلمتين كده قبل ما أبدأ الفيديو معاكم. أنا مسلم موحد بالله مؤمن برسوله وليس بداعية أو بشيخ. أنا غيور على ديني، والمعلومة اللي عندي ترد هذه الافتراءات بطلع أقولها. نبدأ حلقتنا مع بعض. الأستاذ عبده أحمد ماهر عضو مؤسس في مركز تكوين كان بيسب الإمام البخاري وبيقول إن كل أحاديثه كذب عن الرسول صلى الله عليه وسلم، واستشهد بحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن رواه البخاري اللي هو بيتهمه بالكذب. نسمع قال إيه. فبنقول هذا الكتاب البخاري، وهذا الشخص البخاري الذي يتحدثون عنه هو شخص كاذب. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالبخاري من أهل النار. رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إيه؟ رواه البخاري. ضالين أبيض الفكر، لأنه هو لو تعب نفسه شوية وبحث هيعرف إن هو كل كلامه مغالطات. طيب هو ليه أصلا الهجوم على الإمام البخاري تحديدا؟ رغم إن في 6 أجمعوا الأحاديث: البخاري، مسلم، ابن ماجه، الترمذي، النسائي، كلهم جمعوا. ليه بقى؟ لأن العلماء أجمعوا إن أدقهم وأصحهم الإمام البخاري. نفهم إيه بقى من الكلام اللي أنا عايز أقوله دوت؟ نفهم أصلا إن إحنا عارفين كلنا إن الأحاديث النبوية والسنة شارحة للقرآن الكريم. فلما هو يخش يهدم في السنة والأحاديث ويشككني فيها، بعد كده الخطوة اللي بعديها يخش يشككني في القرآن الكريم. الموضوع ما هواش واحد عايز يوصل معلومة لحد صح، لا لا لا، هو عايز يشكك في الأحاديث والسنة وبعد كده يتجه للقرآن الكريم. ده منهجهم، هم عايزين كده. فالموضوع ببساطة شفتوا الاضمحلال الفكري اللي هو فيه. واحد بيستشهد بحديث للإمام البخاري اللي هو بيكذبه أصلا. طب يعني هو أنت مش مؤمن بكلامه ومش مقتنع بكلامه بتكذبه وبتقول إنه بينقل كلام عن الرسول ما حصلش، أنت بتستشهد بهذا الحديث ليه؟ لأنك مش مراجع كويس، لأنك كل هدفك إنك تطلع تشيء للسنة النبوية الشريفة وتهدم السنة النبوية الشريفة اللي هي شارحة للقرآن الكريم. ده رقم 1. رقم 2، أستاذ إسلام البحيري كان مع عمرو أديب وكان بيقول له أنا غير مؤمن بالمعراج، ما حصلتش، مفيش دليل. واستشهد في كلامه بيقول إن ستنا عائشة قالت إن الرسول لم يغادر الفراش. طيب برضو أنت كمان مش مذاكر ومش مراجع. أنا هرد عليك ردين. أول حاجة ستنا عائشة، والحاجة التانية من القرآن الكريم. الإسراء والمعراج حصل قبل الهجرة، والنبي عليه الصلاة والسلام دخل بالسيدة عائشة وتزوجها بعد الهجرة. ادي اول مغالطة. طيب ايه تاني بقى ممكن نرد عليه بيه؟ هرد عليه بالقرآن الكريم، ده ما فيهوش نقاش. انا مش مستني اسمع منك، انا بسمع من اللي خلقني، من رب الكون اللي خلق القرآن، اللي قال إنا نزلنا الذكر وإنا له حافظون. انا مش هسمع منكم حاجة. نشوف الآية بتقول ايه يا جماعة عشان نبين الكذب بتاع الناس. اسمحوا لي هقراها من المصحف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى
ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صدق الله العظيم. أنا كراجل مسلم بعد ما أسمع الكلام ده وأقراه وأفهمه، أنا محتاج أسمع منك أنت إيه؟ أنا محتاج أسمع منك أنت إيه؟ وأنا ليه أصلا أكذب علمائي وراسخون في العلم عشان أسمع واحد زيك؟ طيب أنا النهارده يعني إنسان بسيط جدا، ليس عندي علم الشيخ عبد الله رشدي اللي هو أنت هربت من المناظرة أمامه، قدرت أرد عليك من كتاب الله، فما بالك بعلم الشيخ عبد الله رشدي؟ عشان كده أنت هربت، لأن أنت عارف كويس قوي إن أنت حجتكم ضعيفة وما عندكوش رد. حجتكم ضعيفة وما عندكمش رد، وعشان كده يوسف زيدان هدد وقال لك هنسحب من مركزه عشان هتتكشفوا على حقيقتكم، عشان انتوا ناس فاضيه، هدفكم هدم الدين وثوابت الدين وممارسه حريتكم مع حدود الله. نيجي بقى للاستاذ عمرو اديب في حلقته مع اسلام البحيري لما طلب المناظره مع الشيخ عبد الله. بعد ما طلب المناظره واسلام عايز يعمل مناظره مع الشيخ عبد الله، جه بعد كده في اخر الحلقه وهو بيقفلها بيقول ايوه كده احنا عايزين نعمل مناظره ما يكونش فيها خناق، نطلع بافكار جديده تخلي العقل يفكر وينتعش. مفيش في الدين حاجه اسمها افكار جديده، في حاجه في الدين اسمها قال الله وقال الرسول. في قران احنا مش هنالف نمشي عليه، في قران مش هنالف نمشي عليه، نسمع ربنا قال ايه في الناس اللي عايزه تالف وفي قلوبهم زيغ. في سوره ال عمران، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العظيم. بلاش تأليف، منهجنا هو القرآن وسنة رسوله، منهجنا هو القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. مفيش حاجة اسمها أفكار جديدة، مفيش حاجة اسمها أفكار جديدة. بلاش فتنة، بلاش فتنة. انتم هتكونوا السبب ان ربنا سبحانه وتعالى فأمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليهم القول فدمرناها تدميرا. اتقوا ربنا، اتقوا ربنا، اتقوا ربنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.